فبسأله بقول له ايه مالك وكده وبتاع، فبيقول لي اهلي ضاغطين عليا في كل حاجة وعلشان ارضيهم ومش شايفيني وانا مش عايش على العكس الاخر في واحد مبتلى في جسمه، في واحد عنده سرطان، شاب عنده 20 سنة عنده سرطان. فهنا نظرتك لنفسك لما بتدرك او بتروح تزور حد مريض، فكرة ايه السبب التافه اللي انا زعلان ومبوظ حياتي علشانه ده، فاهم؟ قد يكون الابتلاء بتاعك ده بالنسبة لك الابتلاء ده مفيش اصعب منه، بس تشوف حد تاني في نفس سنك بيمر بابتلاء اصعب منك بمراحل، فبتحس نفسك حقير وان ده ابتلاء صغير جدا قصاد الابتلاءات اللي عند الناس. يعني يا صديقي كان في راجل حكيم زمان، فبعدين قال اللي عنده مشكلة تمام احنا هنعمل صندوق وتحط مشكلتك دي في الصندوق ده واحنا ان شاء الله هنحلها. فبعدين الناس كل اللي عنده مشاكل، كل اللي عنده امراض، كل اللي عنده مشكلة خانقاه في حياته، كل اللي مر بابتلاءات صغيرة او كبيرة، فالناس كتبوا همومهم مشاكلهم دنيتهم ورموها في الصندوق ده. بعدها بكام يوم ففتح الصندوق، قال الحكيم قال للناس كل واحد ياخد ورقة من الصندوق ده. فبالتالي كل واحد اخد ورقة غير اللي رماها قبل كده، لان الموضوع عشوائي، فاهم؟ فكل واحد ملدش عليه الورقة اللي اخدها. لا انا عايز ورقتي، انا عايز همي، انا عاوز مشكلتي. ليه؟ لان الورقة اللي طلعت لهم كانت بتاع حد تاني بيشكي بمشكلة اكبر، واللي طلعت للورقة بتاعت الشخص اللي بيشكي بمشكلة اكبر طلعت له ورقة تاني لشخص تاني بيشكي من مشكلة اكبر منها، فاهم؟ فبعدين كل واحد قال انا عايز ورقتي. فدي فكرة لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. قد تكون مشكلة في حياتك هي بالنسبة لك انت ممكن تنتحر علشانها، بس هو لو شفت مصايب غيرك مشاكل غيرك هتحس ان ايه ده، هو انا حقير للدرجة دي؟ هو انا مشكلتي اللي انا شايفها كبيرة دي طلعت صغيرة قصاد هم او مشكلة او ابتلاء لشخص تاني؟ ايه ده؟ هتكتشف نفسك بعد كده ان انت ايه، ندل. عيش حياتك يا صاحبي، ما تخليش المشكلة دي تكون سبب في تدمير حياتك، ما تخليش المشكلة دي هي اللي تأثر على نفسيتك، ما تخليش المشكلة او الهم او الابتلاء اللي عندك ده ينسيك كمية المتع اللي في حياتك، كمية الحاجات والنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لك. ربنا مش علشان اخد منك نعمة واحدة بس او حرمك من نعمة واحدة بس تنسى كل اللي عندك. مشكلتنا ان احنا باصين للي ناقصنا بس مش باصين للي معانا وفي ايدينا. دي مشكلتك، ان انت ازاي هو يكون عنده عربية وانا ما عنديش، ازاي هو شغال في احسن شركة انترناشونال وانا مش شغال، ازاي هو بيقبض 15,000 وانا بقبض 5,000 بس، ازاي هو عنده اولاد مؤدبين ومحترمين وشاطرين وانا عندي اولاد بنت 60 في 70، ازاي هو صحيح البدن وصحته تهد جبال وانا مريض، ازاي هو عنده فلوس وانا ما عنديش وانا فقير، ازاي هو بيحقق كل اللي بيتمناه وانا مش قادر احقق ولا امنية واحدة من اللي بيتمناه. ساعتها بقى لما بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى اخد منك نعمة معينة في حياتك، انت بتقوم وتقعد تخلي عايز الارض تتهد علشان خلاص انت عرفت قيمة النعمة اللي اتخذت منك. قد يكون فقدان شخص عزيز على قلبك، ابوك، امك، اختك، اخوك، صديق عزيز غالي على قلبك، قد يكون جزء من جسمك، قد يكون شيء هو عزيز على قلبك وفجأة وقع اتكسر، قد يكون وظيفة بتحلم بيها من ايام الطفولة وما جاتش، قد تكون كلية كانت من ضمن اهداف حياتك ومحصلش نصيب، قد يكون مشروع كان هيوصلك للثروة بس خسر، قد تكون شريكة حياة هي دي البنت اللي انت شايف كل مواصفات البنت المثالية فيها بس ما حصلش نصيب.
فساعتها انت بقى بتنسى كل شيء معاك وبتفتكر بس اللي ضاع منك. يا اسطى انت معاك حاجات كتير، وبعد كده لما بيروح الشيء اللي انت مش مقدره في حياتك ده بتزعل، بتتضايق، بتحزن. يا اسطى انت معاك نعم ربنا سبحانه وتعالى. اليوم العادي اللي انت بتقوم من نومك ده هو ايه اليوم الممل ده؟ ايه الايام اللي شبه بعضها دي؟ يا اسطى في ناس نفسها في يوم عادي طبيعي، في ناس نفسها في يوم عادي طبيعي. هو بيحلم ان هو يعيش حياتك، هو بيحلم ان هو يعيش حياتك، هو نفسه ان هو يعيش حياتك، وانت باصص لحياة حد تاني مش عارف هتفوق امتى. انت فاهم كل ده، بس مشكلتك ان انت عارف كل الكلام ده بس كبر دماغك، او يمكن محدش هيفهم كلامي واحساسي وشعوري غير اللي مر بنفس التجارب والمواقف اللي انا بحكيها لك دلوقتي.